الشخص اللي بيشتمني او بيسبني ارد عليه ولا اعمل ايه؟ الدين ما قالكش تسيب حقك، يعني اللي يشتمك او يسبك ليك الحق ان انت تاخد حقك. يعني الدين بيديني حق ان انا اشتمه. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، وقال في آية تانية وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولكن عايزك تبقى عارف ان الصبر على الاذى، وان انت تبقى عارف ان في حد اذاك او شتمك او ضربك، دي من صفات المتقين. ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، اللي هم مين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يبقى انت لما تكظم غيظك وتعفو عن احد كن على يقين ان انت عملت عمل ربنا سبحانه وتعالى يحبه. وبعدين وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. طبعا ما اقدرش الزمك ان انت تبقى كده، لكن في ناس جاهدت نفسها، حبت ان هي تنال عفو الله، فمن عفا واصلح فاجره على الله. يعني انا لو ما ردتش عليه او كده يبقى انا خدت ثواب؟ طبعا خدت ثواب عظيم جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال فمن عفا واصلح فاجره على الله. تخيل ان انت اجرك يبقى على ربنا. يعني انا كده ما بقاش نزلت عن حقي. بالعكس، النبي عليه الصلاه والسلام يقول من كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه.